أسفرت الغارات التي قامت بها الطائرات المغربية بدون طيار في منطقة الصحراء على مقربة من الحدود الموريتانية عن قتيل وإصابة آخر بجروح، وفق ما أكدته مصادر تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية. في الوقت التي تحدثت أنباء أخرى عن عمليات قصف متواصلة قامت بها القوات المغربية أمس الثلاثاء. وتكثف القوات المغربية المسلحة عمليات القصف على الحدود الموريتانية من أجل فرض السيطرة الكاملة والقضاء على أي تحركات مشبوهة، حيث تستعمل طائرات الدرون العسكرية لضرب أي أهداف مشكوك فيها، خاصة أن المنطقة حاليا تعتبر في حالة حرب، وأي تواجد مشبوه يكون معرضا للقصف. ولا تعتبر عمليات القصف التي شنتها القوات المغربية أمس الثلاثاء هي الأولى من نوعها، بل سبق وأن قامت الدرونات المغربية بعدة طلعات في الشهور والأسابيع الماضية لقصف جميع التحركات المشبوهة. وتداولت مصادر عن سقوط عدد من القتلى من بينهم موريتانيين يتجاوزون الحدود الموريتانية بطرق غير قانونية والدخول للصحراء المغربية للتنقيب عن الذهب. وتعتبر طلعات القصف التي تشنها القوات المسلحة المغربية بين الحين والآخر على مقرب من الحدود الموريتانية هدفها فرض السيطرة الكاملة على الحدود الموريتانية ومنع أي تسرب أو توغل لعناصر جبهة البوليزاريو الانفصالية التي تنطلق من الحدود الجزائرية وبالقرب من الحدود الموريتانية من أجل الاقتراب من الجدار الأمني المغربي في الصحراء والقيام بعملية القصف. ويرى متتبعون للأحداث في الصحراء أن المغرب يكثف من عمليات القصف على الحدود الموريتانية للتأكيد على أنه يعتبر هذه المناطق هي جزءا من أراضيه الصحراوية ولا تحدها سوى الحدود الشمالية الموريتانية، في إطار ما يبدو مخططا لتثبيت السيطرة على الحدود الموريتانية قبل الانتقال لفرض السيطرة على الحدود الجزائرية.